السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم في القناة نتاعي. دائما في البداية نقول اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد خياتي، كما طلبتوا مني وصفة علي تختويلات مع لاكريم اللي نستعملها اليوم، لبيت لكم الطالب، يعني درتها لكم بكل مصداقية كما درتها في الورشة، كما درتها لخياتي، يعني ما نخبي عليكم حتى حاجة. يعني هذه لاكريم تجي ما شاء الله، وتجي كما احنا نقولوا شايده روحها، ما تجيش متلوقه كما راكم تشوفوا، وتجي مام الحبه تاعنا تجي ما شاء الله. يعني لي تختويلات يجوا بزاف بزاف بنان. وش نحتاجو خياتي في الوصفه نتاعنا؟ بسم الله. نحتاجو الحاجه الاولى 2 حبات تاع البيض، نحتاجو لافاني وقرصه الملح، نحتاجو 160 غرام سكر يعني سكر عادي، ونحتاجو 250 غرام تاع زبده تاع ماني، استعملوا احسن ماني. ونستعملوا كذلك واسمه الزيت نص كاس تاع الزيت. ونحتاجو كذلك الفارينة، من الأحسن الفارينة نديرو ماما تي 45، هذيك تي 45 هي اللي مليحة، سورتو في هذو لي تختويلات، يعني العجينة تاع لي تختويلات عجينة مسكرة، يعني كي نديروها بالسكر هكا عادي تجي مقرمشة. يعني لي تختويلات تاعنا كي ناكلوهم يجوا يتقرمشوا، يعني يجوا ما شاء الله طرايا ويتقرمشوا، تجي لاباط بزاف بزاف بنينه. شوفوا خياتي، انا درت هنا، نتوما تحبوا ضربوا بالباتور، يعني تضربوا الزبده مع السكر، تزيدوا البيض، يعني تحبوا هكا، تحبوا ديروا كلش بيديكم، ما عندكم حاجه خياتي. انا درت هكا، فضل درت كلش ورميتكم تاع الفارينه باش العجينه تاعي ما تجيش معجنه. هذا ما كان قلت لكم نتوما تحبوا تضربوا بالباتور، يعني تضربوا الزبده تاعكم، تضيفوا السكر، زيدوا البيض، زيدوا الزيت، يعني نطلعوها كيما لي صابلي. هنا نبدا نضيف في الفارينه هذه العجينه تاع لي تختويلات، يعني ما تحبش تكون جاريه بزاف، يعني لازم تكون ثانيك شاده روحها، تكون يعني العجينه تاعنا شاده روحها مليح. شوفوا كيف راني نخدم فيها خياتي، عفوا راني ندخل، يعني كيما حنا نقولوا نقرص، راني نقرص فيها العجينه، نلم ونقرص ماشي نعجن، نلم ونقرص. هذا ما كان خياتي. بعد ما نلموها مليح نعطوا لها حقها كامل تاع الفارينه، قلت لكم ما تجيش جاريه بزاف، لازم تكون حكمه روحها. نديرها في البابي فيلم ونخليوها تريح. دوك انا نوريكم هنا كيفاش لازم تكون حكمه روحها. شوفوا هنايا شغل تجي عجينه مرمله كيما حنا نقولوا، تجي مرمله. اني نفهم خياتي خاصه المبتدئات، كاين بزاف معنا مبتدئات، عفوا المبتدئات ما يعرفوش، يعني جامي يحطوا يدهم في الحلوى، جامي هكا. نحب نفهمهم مليح، وماذا بيا يدوا فكره، يعني كي يجربوا الوصفه يقولوا لي يعطيك الصحه. هذه اللي نحوس عليها خياتي، ودعوه الخير طبعا. شوفوا هنايا درتها في البابي فيلم، ريحت تريح، ما عندها حاجه، حبيتو نص ساعه ما عندها حاجه خياتي. هنا نبدا نخدم فيها. عندي انا هذو ليمون الصغار، تحبوا ديروا في ليمون الكبار ثاني تجي الحبه ما شاء الله تجي كبيره، وتجي ما شاء الله. تحبوا ديروا في هذو ليمون الصغار كما قلت لكم خياتي، تحبوا ديروا هذو ليمون الصغار، يعني يجوا ثاني ما شاء الله، يعني الحبه تجي صغيره بصح تجي تقنع كيما حنا نقولوا. شوفوا كيفاش راني نخدم فيهم خياتي، نحط العجينه تاعي ونضغط مليح من التحت، يعني نطلع الجوانب كامل ونحيهم بالموس. انا هنا مسرعه الفيديو خياتي، يعني باش كي تشوفوا الفيديو سريع، ما حبيتش نخلي الفيديو يمشي بالعقل هكا، باش تدوا فكره وميم طون تعرفوا كيفاش تستعملوهم. يعني لازم نخدموا هكا بالموس، نحو الزوائد ونضغط من تحت ونضغط في الجوانب هكا، ونحي كامل الزوائد. بعد واش نديرو خياتي باش ما ننساش؟ بعد ما نكملوا كامل الحبات نتاعنا نديروهم في السنيوه، نثقبوهم بالفرشيطه طبعا. وش نديروا لهم خياتي؟ نديروهم في الثلاجه، نحطوهم في الثلاجه
انا حطهم من التحت يقعدوا ساعه، ما عندكم حاجه خياتي. ومن بعد تسخني الكوشه تاعك دخليهم يطيبوا، هذا ما كان يعني يكونوا شادين روحتيهم مليح. كي نكونوا دخلناهم للثلاجه يكونوا شدوا روحتيهم مليح. شوفوا هنايا كيفاش طابوا ما شاء الله. هنا حبيت نعطيكم حاجه اخرى، كاين اللي يطليهم بالصفار تاع البيض، يدير لهم صفار البيض مع لا كريم فريش ويعاود يدخلهم يعطي لهم هذيك التجميره. يعني في الوصفات القادمه حندير لكم يعني عجينه واحده اخرى وحندير لكم هذيك الطريقه. هنا يعني درت لكم طريقه سهله، يعني ما حبيتش ندير لكم، ما حبيتش ندهنهم بصفار البيض ولا كريم فريش، يعني باش تدو فكره على هذو لي تخطيلات. ونزيد لكم المره الجايه ان شاء الله نزيد نوري لكم، صح اللي حبت تجرب نورمال خياتي. شوفوا هنا بعد ما عمرتهم بلا كريم، انا يعني هنا عمرتهم ما شاء الله. نتوما تحبوا تعمرهم يعني تمسحوهم، كل واحد كيفاش، انا نحبهم هكا ما نكذبش عليكم خياتي، كل واحد وكيفاش. يعني هنا دوك لا كريم راح نديرها لكم في فيديو وحده هكا باش ما نكونش طولت عليكم الفيديو، يعني ندير لكم لا كريم وحدها باش تدو فكره. من بقى لي غير نقول لكم خياتي ما تنساونيش جام كومونتير، واللي مازال مش تركيت نقولها واش راكي تستناي خياتي. بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وراح نحط لكم الفيديو تاع لا كريم بعد هذا الفيديو. دمتم خياتي.